مارسيلو وقفها، يمشي مارسيلو يوزع كرة، عودة له جول، مباراة ودية بين الفريق الوطني ومنتخب البيرو هنا في العاصمة الإسبانية مدريد. كل التوفيق لأسود الأطلس في هذه الخرجة العالمية أمام منتخب البيرو في هذا الاختبار الودي المهم والمهم جدا لأسود الأطلس أمام منتخب البيرو. المؤكد أنها لن تكون مباراة سهلة للفريق الوطني. هذه نوعية أخرى من المباريات اللي ممكن وأننا نشوفها مستقبلا في الدوريات العالمية وفي المسابقات العالمية. منتخب البيرو كما قلت عاد من خسارة أمام ألمانيا ليبحث عن السقوط مرة أخرى في فخ الخسارة، والذي يلعب هذه المباراة بقيادة خوان ماكسيمو رينوسو في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة أكد على شيء مهم جدا. أرضية ملعب السيميتاس تنطلق هذه المباراة الودية منها والرسمية، كرة للأمام في منطقة الجزاء لكن بعيدة عن تابيا. كانت المتابعة في القائمة الثانية 6 دقائق الأولى من جديد للعناصر الوطنية للأمام سيروا للأمام، لكن الكرة أقرب إمكانية للعناصر الوطنية. فرصة في منطقة الجزاء، كاريو نايف وكاريو من زكريا بوخلال الحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما في المباراة، كرة للأمام سيروا للأمام، والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فارسوفيا كان نجما واليوم شارك في كاس. حكيم زياش الذي يجتهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ واضح والحكم يتدخل، واكيد انه تحرير رفقاء وزملائه في هذه المباراة. كرة نحو يوسف نصيري، عبد الصمد من الطرف الايسر يلعبها في منطقة الجزاء لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزلزولي يعني الكفاءة الفنية أتلتيكو مدريد دون النغفل عن سانتياغو برنابيو. أعمال إعادة حكيم زياش طلب للكرة من الطرف الأيمن وسيم مزراوي. لا كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. يوسف نصيري كان بإمكانه توقيع على الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير لتوقيع على الهدف الأول في هذه المباراة، وجاليس مرة أخرى يبعدها. جاليس من كرة في منطقة الجزاء وتدخل جاليس والحكم فليمن ريناتو. كرة للأمام وياسين لابادولا ما شفناش كتير. كرة يوسف نصيري حاولوا أن يلعبها بالراس نحو مرمى بيدرو سوري الإيطالي. كرة للفريق الوطني للأمام لكن راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد الذي يعلن عن تسلل. بشكل آخر كرة من بلال والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي. كرة للأمام وتدخل نايف أجارت. زكريا بوخلال نجم نادي تشيلسي. كرة من عبد الصمد الزلزولي الحكيم زياش يلعبها حكيم. كرة تكاد يعطيها الله وزياش يلعبها والمتابعة والكرة متسلل والبقية يتكفل بها نايف أجارت يتدخل لبعض الخطر عن مرمى الفريق الوطني. يتدخل أماميا. كرة للأمام زكريا النصير. يلا يا نصير كرتك يا نصير ويوسف نصيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. تضيع فرصة أخرى. الصمد الزلزولي عندك المساحة للتمرير. تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. كان خطأ. يلا زكريا كرتك يا خطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب. منك يا حكيم يلعبها زياش ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. لو لم ترتد من دفاع عبد الصمد سواء من الناحية الدفاعية والهجومية. وأنا حكم المباراة للجولة الأولى يا سادة جواد اليميق وعدد من اللاعبين. شادي رياض أيضا لاعب في منطقة الجزاء والمتابعة في القائمة الثانية لكن بعيدا عن مرمى. ريناتو
ريناتو والتغطية في الأولى والتدخل في الثانية من يحيى عطية الله، والحكم تغطية صعبة لمنتخب البيرو، خطيرة لمنتخب البيرو، والتغطية من دفاع الفريق الوطني. يلعبها لأدفينكولا، أدفينكولا للأمام نحو كاريو والمتابعة من منتخبي البيرو، والتغطية من دفاع الفريق الوطني لكن بعيدا عن المرمى. من الطرف الايسر في منطقه الجزاء، والتدخل من سفيان امرابات. كل الضغوطات التي ترافق دفاع الفريق الوطني في مباراه مثل هذه، سفيان امرابات ما كانش خطا تماما. في منطقه جزاء منتخب البيرو في القائمه الثانيه، المتابعه من كره بيروفيا نحو كاريو ورومانسيوس بيرو في منطقه الجزاء، المتابعه في القائمه. كان اجتهاد من اندي بول، نصير لحكيم لانس لكن المزراوي يلحق بالكره. نصير يتحصل، لا الحكم شاف انه ما كاينش تسلل في الكره الماضيه، نظن انه اخر عطيه الله يلعبها في القائمه الثانيه. المتابعه من انس سروري، كره للفريق الوطني وخروج الحارس جالس يخرج امام يوسف النصيري. محاوله اخرى للامام نحو كاريو يحيى عطية الله في المتابعه. يحيى يلعب كره في منطقه الجزاء وخروج ياسين بونو يتدخل، يبعد الكره نحو ريناتو تابيا وحكيم زياش. ريناتو تابيا نفس الاسلوب ونفس الطريقه، يحرر رفاقه وزملائه. امكاني من حكيم زياش يسدد، حكيم ما مشاتش بعيد. الكره الماضيه لزياش كان بامكانه ان يجعل المدرجات كرة والتفاعل امامكم. كرة ممتازة جدا، حكيم زياش روض كرة وسددها، ما مشاتش بعيد تماما عن مرمى اللاعب دفاع البيرو. بوفال في منطقة الجزاء لكنها ضائعة. سروري في منطقة الجزاء للفريق الوطني مرة أخرى. أرجنتينيا فيها خطأ الحكم من دفاع عادي، والبطاقة الحمراء يشيرها حكم هذه المواجهة لكل من سفيان بوفال ولمدافع منتخب البيرو. بطاقة حمراء للاعبين معا، لسفيان بوفال. حاول يمر حكيم يلعبها في منطقة الجزاء لكن بعيدا عن مرمى المنتخب البيروفي. ضربة خطأ في منطقة الجزاء، المتابعة من دفاع المنتخب البيروفي. اليوم كرة من عبد الحميد الصابري. البيرو يبحث عن الوصول للمرمى، كرة تلعب وتدخل ما ينسوش ايضا ايوب العمراوي في دور ضير الايسر، وممكن يحيى يلعب وتدخل من ريناتو تابس. انس يلعب كرة انس في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع البيرو. انس سروري، انس كرة مباشرة طابيا جديد. كرة بيروفيا، كرة للأمام للحياة، يحاول يمر يلعبها في منطقة الجزاء، والتغطية نحو سفيان أمرابات. كرة في منطقة الجزاء، عبد الرزاق حمد الله على فرص الوصول للمرمى. حكيم يمر، حكيم ويتحصل على ضربة خطأ. حكيم زياش يتحصل على ضربة خطأ لمصلحة صعود اللاعبين طوال القامة. الكرة تسدد لكن تتحول ضربة زاوية للفريق الوطني، ممكن اعتبارها آخر فرصة فات في هذا المنتخب وفي هؤلاء اللاعبين. نهاية المباراة بالتعادل 0-0 بين المغرب والبيرو في المباراة التي أقيمت هنا في ملعب سيفيتاس متروبوليتانو في شهر رمضان، في 5 أيام شهر رمضان الأبرك.